السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل شباب تالتة إعدادي في كل محافظات مصر. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا كلنا مستنيينه وكلنا متوقعينه من الترم الأولاني، وهو امتحان البوكلت. كل اللي محتاج تعرفه عن امتحان البوكلت للشهادة الإعدادية هتعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، بس ركز معايا. حاسس إنك مش فاهم نظام امتحان البوكلت، متوتر من شكله الجديد؟ ما تقلقش، في الفيديو ده هقولك كل حاجة محتاج تعرفها وازاي تذاكر صح وتعدي الامتحان باعلى الدرجات. اول ما سمعت كلمه بوكلت اكيد وشك اتقلب كده. يعني ايه نظام جديد؟ هنعرف نحل؟ بص يا نجم، الفيديو ده معمول عشان يفهمك كل حاجه عن امتحان البوكلت في الشهاده الاعداديه خطوه بخطوه وبطريقه بسيطه وسريعه. يلا بينا. يعني ايه بوكلت اصلا؟ باختصار، كراسه واحده فيها الاسئله والاجابات مع بعض. مش هيبقى في ورقه اسئله لوحدها وورقه اجابه لوحدها، كل سؤال مكتوب وتحته على طول مساحة تجاوب فيها. الفكرة من النظام ده تقليل الغش وتنظيم الامتحان أكتر. يعني لو كنت بتضيع وقت قبل كده في التنقل بين الورق، خلص الكلام، البوكلت هيوفر لك التركيز والسرعة. طب شكله عامل ازاي بقى؟ كام صفحة كده، كل صفحة فيها أسئلة مختلفة. أسئلة اختيار من متعدد، صح وغلط، وأسئلة مقالية. مش هتحتاج تنقل إجابات، كل حاجة في نفس المكان. بس تحذير، خلي بالك المكان مش واسع قوي، فجاوب من غير لف ودوران. تتعامل معاه ازاي بقى؟ اول ما تستلم البوكلت خد نفس، ابدأ اقرأ كده كل الاسئلة بسرعة. ما تستعجلش وتحل من اول سؤال تقابله، بص عليهم كلهم. قسم وقتك، لو الامتحان ساعة والبوكلت 6 صفحات يبقى تقريبا كل 10 دقايق صفحة. ما تسيبش سؤال فاضي، اوعى. حتى لو مش متأكد اكتب اللي تعرفه. وخد بقى النصيحة دي، راجع إجاباتك قبل التسليم، لأن أي حاجة غلط مش هتتلحق بعد ما تسلم. خد بقى شوية النصايح السريعة دي قبل الامتحان. ذاكر من نماذج بوكلت قديمة، درب نفسك تحت ضغط وقت، خليك واثق في نفسك وما تخليش كلمة بوكلت تخوفك، انسى الكلمة دي خالص. وفي النهاية، لو الفيديو ده ساعدك وفهمت يعني ايه بوكلت، دوس لايك عشان يوصل لناس اكتر، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، لان عندنا فيديوهات جاية هتشيل عنك كتير من التوتر والمذاكرة. واهم حاجة انت قدها، وخد بالك انت قدها ورجلك فوق دماغ اي امتحان. اشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم.